مدينة محبوبة لكل الشباب، معروفة بجبالها وبحرها وطبيعتها اللي ملهاش زي. أول مكان بيجي في بال أي حد لو عايز يفصل أو يروق دماغه. المدينة اللي مفيش حد ما بيحبهاش، دهب. صباح الفل عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تاني يوم في شرم وده اخر يوم. الساعه دلوقتي 11. الباص بتاعنا هيكون الساعه 1 ان شاء الله نتحرك على دهب. فاحنا دلوقتي قمنا حضرنا حاجتنا وظبطنا الشنط والكلام ده كله وبنفطر وهنتحرك على جو باص. طيب اللي هيحصل كالاتي: هنوصل على دهب ان شاء الله، هنستلم الكامب لان احنا حاجزين كامب، وهنبدا بقى نجرب فكره الاربع ايام 3 ليالي. هي فكره شائعه جدا في مصر بقالها فوق ال7 سنين. دهب 4 ايام 3 ليالي، دهب 4 ايام 3 ليالي او 5 ايام 4 ليالي. فاحنا النهارده هنجرب 4 ايام 3 ليالي. هنبدا ان شاء الله من النهارده، هنتحرك دلوقتي على دهب. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش سبسكرايب للقناه، لايك للفيديو، ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نطلع على دهب. جينا جو باص، الفرع اللي احنا حاجزين منه التيكت. بس حصل حاجه يعني اول مره تحصل معايا في جو باص، وحاجه مش لذيذه بصراحه، الا وهي ان انا كنت في جوه في المحطه ومستني الباص عادي. لقيت ان حد بينده بيقول يا جماعه جو باص الساعه 1 يجي عشان يركب. فانا قمت خلاص، انا معادي الساعه 1. فاول ما طلعت الباص لقيت حد قاعد مكاني، فبقول له لو سمحت ده مكاني وكده. فبيقول لي لا انا حاجز انا ووالدتي هنا في المكان ده. فرحت للسواق، فلقيت الايه بيشوف التيكتس، يعني هو ما شافهاش قبل ما نطلع، حط الشنط وكل حاجه ما شافهاش قبل ما نطلع. قلت له طب انا دلوقتي معادي الساعه 1 وكده. فقال لي طب التذاكر؟ قلت له التذاكر اهي. قال لي لا ميعادك مش الساعه 1. قلت له يعني ايه؟ ما هو قايل. واتكلم بطريقه قمه في قله الذوق، حاجه يعني مش لذيذه خالص. قال لي لا ميعادك مش الساعه. قلت له لا انا معادي الساعه 1. يعني ما يعني انا لو مش معادي الساعه 1 هركب هنا ليه؟ فالناس مش بروفيشنال، مش كويسين في طريقه كلامهم. بجد بجد انتوا لو فضلتوا على الوضع ده هتخسروا عملاء كتير. ودي مش يعني دي مش قواعد هوستنج، او ان انت انا جست او ضيف عندك، انت لازم تعاملني بطريقه افضل من كده بكتير. فبجد بجد جو باص عدل طريقتك، عشان والله بجد بالطريقه دي هتخسر عملاء كتير. فدلوقتي بقى مش عايزين حاجه تضايقنا، مش عايزين حاجه ترخم علينا. ان شاء الله في طريقنا لدهب. اول ما نوصل دهب برضه هكمل لكم تصوير، واهم حاجه ان انا اصور لكم وانا في الطريق، لان الطريق ده بصراحه بيكون مليان جبال شكله تحفه. يلا بينا نطلع الباص ونشوف باقي الرحله مخبيه لنا ايه. يلا بينا. ودلوقتي احنا في الباص ورايحين على دهب. عايز اقول لكم انه طلعنا متاخر، يعني المفروض احنا ميعادنا الساعه 1، طلعنا 2 الا تلت او 1 ونص و5. فده كده تاخير. ليه؟ لانه انا عندي مظبط حاجات في دهب، ان انا هستلم الغرف في الكامب الساعه 2 ونص. فانا كنت عامل حسابي ان انا هطلع ساعه ونص مثلا من شرم لدهب واستلم على طول، بس مش مشكله، نص ساعه تاخير. يعني بصراحه اللي حصل اصلا في الاول قفلني شويه من جو باص، بس خلاص مش مشكله، خير. فدلوقتي احنا متجهين لدهب. عايز اوريكم بقى المنظر عامل ازاي في الطريق. بصوا يا جماعه، بصراحه يعني جبال يمين وشمال في كل مكان، جبال وشكلها يعني تحفه بصراحه. واحلى حاجه بقى ان في دهب اصلا اول ما بتدخل الجبال دي الشبكه بتبدا تقطع، وانت بتعيش بقى مع الجبال والطبيعه، تفضل تقول سبحان الله بس يعني. فدلوقتي هنطلع على الكامب. اول ما نوصل دهب ان شاء الله هصور لكم برضو الكامب عامل ازاي، لان احنا اصلا اول ما هنروح على اللاجونه، لان احنا لينا رحله في اللاجونه. وبقيه الرحلات ان شاء الله انا عايز اعمل دايفنج في دهب، فاحتمال ان شاء الله ان انا اعمل دايفنج، وهتبقى تجربه يعني من احلى التجارب ان شاء الله في حياتي. انا اصلا بخاف من الميه، فاستنوا بقى ان شاء الله يعني نعمل دايفنج باذن الله. الحمد لله وصلنا دهب بخير. ما خدناش وقت طويل، يعني طالعين الساعه 1:30، الساعه دلوقتي 3:10، بس ممكن اتاخرنا شويه في الكمين بتاع دهب 10 دقايق او حاجه. فهو ده اللي عمل الموضوع، يعني هي ساعه ونص بالظبط وما اتاخرناش الحمد لله. فدلوقتي هنجيب الشنط الشنط ايه؟ انا مش لاقي الشنط، اخويا يكون خدها ولا ايه؟ طب هشوف الشنط، اشوف اخويا فين اصلا. لقينا الشنط ولقينا اخويا اهو طلع خد الشنط من غير ما يقول لي. فدلوقتي بقى هنتحرك على الكامب على طول. اهو محمد اخويا طبعا، اللي الشكل ده من غير الشكل ده خالص، ده كريم فهمي واحمد فهمي، ياسر جلال رامز جلال، يعني ما تفهموش ازاي احنا الاثنين اخواتنا مش نفس الدماغ خالص. بس يلا مش مشكله، اخويا بقى ومحسوب عليا. تقريبا محمد اول مره يطلع معايا في فيديو. المهم فدلوقتي بقى هنروح نستلم الكامب، نستلم الغرف بتاعتنا. خلونا بس الاول نروح وبعدين نكمل تصوير. طيب دلوقتي احنا كلمنا اللي هيسلمنا الغرف، كلمنا، ومفروض ان احنا كنا رايحين
عشان دلوقتي هنروح اللاجونه. فلما كلمته قال لي اللاجونه لحد دلوقتي ما كملتش وممكن ما تطلعش النهارده. فانا بصراحه مش عارف، لان انا مرتب ان انا هطلع النهارده لاجونه، بكره دايفنج، وبعد بكره 3 بولز ان شاء الله، وبعد بعده اللي هو يوم الاثنين ان شاء الله هنروح. فمش عارف ان شاء الله. يلا معلش بقى، التليفون في ايدي. حبيبي بس هنا لذيذه والله، ما خدت بالي، معلش. حبيبي الناس هنا لذيذه من اول ما دخلت اهو. حبيبي وصلي الكوره لعبنا على طول. اخويا كان قاعد هنا من حوالي اسبوعين 3 شهر. ايه، فاخويا هنا بيجي اكتر من اي حد بصراحه. يا محمد دي ثالث مره ليه في اقل من 6 شهور. محمد يحب دهب بصراحه، واحنا عندنا عامه بنحب البحر الاحمر جدا يعني، ما بنحبش البحر الابيض. مش ما بنحبش البحر الابيض، بس احنا بنفضل البحر الاحمر اكتر يعني. فدلوقتي هنروح هنشوف كامب دهب ان ده فين، و نستلم الغرف. يلا بينا بقى عشان نسال على دهب ان فين. العصر بيأذن. وصلنا الكامب، كامب اسمه دهب ان. عايز اقول لكم انه احنا ارهقنا شويه في الطريق، يعني خدنا مثلا حوالي ساعه ونص في الطريق زي ما قلت لكم. فخدنا الشنط وجينا على الكامب ماشي، ما خدناش 5 دقايق 7 دقايق وصلنا. فدلوقتي بقى نطلع نستلم الغرفه. احنا واخدين غرفه في الدور اللي فوق، بس احنا ما اخترناهاش يعني، هو ادالنا المفتاح على طول. بس نبصوا بقى، ده هيبقى الفيو. بس استنوا هطلع اوريكم الفيو من الاوضه. بس دلوقتي بصوا، ده تقريبا الباب الخلفي. احنا 11 دي 11 اهي. المفتاح معاك؟ طب هاتوا. لازم ندخل نغير ونريح شويه عشان ننزل نتغدى ونشوف هنعمل ايه بقى النهارده. بسم الله. انا هتفاجئ والله زيكم بالغرفه، ما شفتهاش قبل كده. مش بس هو المفتاح يفتح بس. ايوه استنى نفتح كده. ممكن يكون لفوق. لا مش لفوق. الغرفة مش عايزة تفتح. طب امسك كده يا محمد. بسم الله. مش عايزة تفتح ليه؟ كلمنا اللي سلمنا الغرف، قال لي ان هو طلع بره يعني بيجيب حاجة وهيجي لي دلوقتي، بس هو الباب ما بيفتحش لان هم لسه دهنين البيبان يعني وكده جديد. فممكن يكون في مثلا دهان جه على المفتاح او مش عارف. فهو هيجي بقى يتصرف، يا اما يدينا غرفة تانية يا اما يفتح لنا الباب. بس الواحد ارهق شويه فلازم نريست وناكل، انا جعان. ودلوقتي فتحنا الاوضه اهو، هندخل لها. بسم الله. حمام على اليمين، في هنا تسريحه، في هنا دولاب، سريرين، تكييف. والله يعني هي مش احسن من شرم طبعا. شرم كانت الهوستل احسن بكتير. بس الفيو هنا بصوا، يعني هنا بسين، هنا للأسف في زبالة. فالفيو مش أفضل حاجة. بس يعني مش مشكلة. طيب ده بكام أصلا؟ هفهمكم. هو رخيص، هو مش غالي. ده 4 أيام 3 ليالي شامل انتقالات ورحلتين فري ب 1550 جنيه. سعر حلو مفيهوش مشكلة. 1550 جنيه أنا حاجز الليلة في شرم، الليله الواحده ب 1600 جنيه. طيب بالنسبه للرحلات في حاجه بقى، قال لي عشان تاخد الرحلتين الفري لازم تدفع في رحلتين فلوس. يعني ايه؟ يعني هم عندهم بروجرام لرحلات، فعندهم مثلا دايفنج، عندهم سنوركلينج، عندهم نويبع، وعندهم حاجات كتير جدا. فقال لي لازم تاخد حاجتين من اللي بفلوس
عشان تاخد الحاجتين اللي ببلاش. طيب انا ما خدتش حاجتين اللي بفلوس، يبقى للاسف مش هتاخد الحاجتين اللي ببلاش. دي مش في كل الكامبات، اللي انا اعرفه ان انت ليك في البروجرامز دي بيكون ليك رحلتين فري، وده المتعارف عليه، فدي حاجه مش كويسه. فهنشوف الموضوع ده هنعمل فيه ايه. والنهارده اللاجونه للاسف احتمال 90% مش هتطلع، مش هنروح اللاجونه، فهنستنى ممكن لبكره او حاجه. بس انا بكره عايز اعمل دايفنج زي ما قلت لكم، فهنشوف هنعمل ايه واديكم معانا. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ انا هقعد استريح شويه، اشحن التليفون والمايك والكلام ده كله، وممكن ننزل ناكل حاجه، وهصور لكم كده كده ونتمشى على الممشى. ممكن نروح نقعد على البحر، ممكن نقعد في كافيه، فهنشوف هنعمل ايه وهنقضي دنيتنا ازاي والكلام ده كله. فدلوقتي يلا ندخل نرتب حاجاتنا ونفتح الشنط وكده، و هنقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. طلعنا من الهوستل ودلوقتي رايحين على البحر بعد ما استلمنا الغرف وكده. بس عايز اقول لكم برضه حاجه، ان الغرف بصراحه ما عجبتنيش، مش قد كده. لو اتكلمنا على السعر برضه يعني لا، الغرف فيها حاجات كتير ما عجبتنيش بصراحه. بس خلينا اهم حاجه ان احنا دلوقتي ننبسط بالحاجات اللي قدامنا ونشوف شكل البحر مع الجبل. الحاجات دي هتنسينا كل حاجه شفناها مثلا ما عجبتناش او رخمت علينا في السفريه او حاجه. فاحنا مالناش دعوه باي حاجه، احنا لينا دعوه بالانبساط وبس. فاحنا دلوقتي عايزين نعمل حاجتين. اول حاجه ان احنا نجيب كوره تنس، عايز العب تنس، معايا مضارب راكت وبتاع، مش عارف ليه جاي معايا جدا ان انا العب تنس وكده. وعايزين كمان نشوف الدايفنج هيكون بكام، عايز اشوف كذا دايفنج سنتر ونشوف هيتكلف مننا كام. فتعالوا نلف اللفه يلا. احنا دلوقتي في الممشى، مش ده الممشى يا محمد؟ يبقى الممشى الناحيه الثانيه. احنا دلوقتي مش عارف احنا ماشيين فين بصراحه. اللي عارف يكتب لنا في الكومنتات احنا ماشيين فين. بس في كافيهات كتير في المكان ده، في بينج بونج وبلياردو على البحر. ف بالمناسبه انا بلعب بينج بونج حلو جدا يعني، فاللي عايز يجي يتقطع يلا بينا. فبتاع ده. فدلوقتي بقى عايزين ايه، نكمل مشي كده، بما ان احنا مش رايحين اللاجونه. ممكن بقى ايه نقعد نلعب على البحر مثلا ولا حاجه، الكلام ده كله. بس الاول نشوف كوره عشان نجيبها ونلعب بيها. دلوقتي بندور على دايفنج سنتر عشان نشوف اسعار الدايف ايه. بتكون لحد دلوقتي اللي انا عرفته ان هي بتتراوح من اماكن لاماكن. يعني في ناس قالوا لي 2000، في ناس قالوا لي 1800، في ناس قالوا لي 1600. انا اصلا الكامب قايل لي 1200. فبلف وبشوف ايه افضل حاجه وايه الفروقات. بس هو غالبا كله زي بعض، مفيش فروقات قوي يعني. فخلونا برضو ايه نلف ونشوف. بصوا احنا ماشيين في حته مش عارف هي فين، بس لحد ما نطلع على الممشى و نعرف يعني. ولسه ما جبناش كرة التنس على فكرة، لسه برضو مكملين بنشوف اسعار الدايفنج ايه. لحد دلوقتي اقل حاجة جبناها 1500. فتعالوا كده نخش مثلا ده ونشوف الاسعار عنده ايه. بالصدفة والله معدي. مساء الخير، ايه الاخبار؟ انا كنت محتاج اعمل دايف، وكنت عايز اعرف انا بصور نفسي، مش حابب خلاص. لا تصور نفسك مش مشكله، انا بصور نفسي اهو. وطبعا رفضوا ان احنا نصور جوه. هم طبعا ليهم كامل الحريه، انا ماليش دعوه. فالمهم توصلنا معاهم لمبلغ كويس، لمبلغ 1000 جنيه، وده اقل حاجه لقيناها. فبرضو انا بصراحه دلوقتي بقى بفكر ان احنا نطلع معاهم وخلاص. يعني 1000 جنيه شايف ان هو مناسب، لان انا عرفت ان الفروقات مش بتبقى كبيره. الفروقات مثلا بتبقى بدل ما هو ينزلك نص ساعه و45 دقيقه، هو بينزلك تلت ساعه 25 دقيقه. هشوف يعني هنعمل ايه، لسه ما قررتش بصراحه. واحنا دلوقتي في الممشى داخلين نشوف الدايفنج سنترز اللي جوه، وبعد ما نخلص الدايفنج سنترز ندور عليهم. هناكل لان انا جعان، ونجيب الكوره بتاعت التنس. بس ده ما اتغيرتش يعني من اخر مره جيت 2022 2021 اعتقد. ما اتغيرتش من 4-5 سنين. ف لذيذه بصراحه يا دهب، لذيذه. انا لما جيت كلت من عند كينج تشيكن ده يا جماعه، بصوا هو ده. مش عارف بقى، ممكن النهارده نغير مثلا ناكل مشويات، ناكل حاجه تانية، فهنشوف ونقول لكم. طيب جبنا الكوره الحمد لله لقيناها. فدلوقتي بقى هنرجع هنلعب بالمضارب راكت عند المشربه زي ما كنا احنا موجودين. احنا كنا عند المشربه، فهنخلص لعب راكت. هنخلص لعب براكت
نروح على الاكل بقى، نتغدى لان انا بصراحه جعان. فنلعب الاول شويه قبل ما الشمس تروح كده خالص، لان الشمس خلاص ابتدت تروح. يلا بينا على المشروع نرجع تاني. خلصنا لعب وبنتمشى دلوقتي على الكوبري الخشب. الكوبري الخشب ده انا جيت صورت عليه قبل كده. خلاص الشمس نزلت، فدلوقتي بنتمشى بقى في الممشى. بصوا انا عايز افضل موريكم بس الايه الجو والحاجه، يعني عايز افرجكم معايا. بصوا برضو في فريدج ماجنتس هنا. انا عندي والله دهب في البيت، بس ممكن اشتري تاني. الحاجات دي انا ما بزهقش منها بصراحه، فهنشتري كده كده ان شاء الله في اخر يوم حاجات كتير من هنا، لان انا حبيت انا عامه بحب السيفونيرز دي، بحب اجيبها قوي قوي قوي، بفتكر بيها كل مكان بروحه، فبتبقى لذيذه يعني. جينا الكامب نلبس جواكت ونروح بقى عشان دلوقتي نتغدى، لان دلوقتي خلاص اتاخرنا، وبكره ان شاء الله عندنا طلعت دايفنج باذن الله الساعه 9 الصبح. هنروح ان شاء الله نغطس. هنبدا هي غطسه واحده انترو، حجزناها ب 1000 جنيه. 1000 جنيه ده مش مبلغ كبير بالنسبه للغطس، مش مبلغ كبير، لان لقيناها ب 1200 و1600 و1700 و2000 و2500، لقينا اسعار كتير جدا متفاوته، فحجزنا الدايف بكره ب 1000 جنيه. طيب احنا دلوقتي فين؟ احنا دلوقتي في الممشى ورايحين ناكل. المفروض ان احنا نتمشى كده بقى، نشوف ايه، نشوف المطاعم اللي قدام. بنتمشى دلوقتي لقينا مايو كده عجبنا، دخلنا اشتريناه. وسعره رخيص يعني، مش غالي، سعره رخيص من القاهرة بكتير. مايو ب 250. القاهرة والله كنت بجيب ب 300 او 400، فسعره مش غالي يعني. بس فدلوقتي بقى رحلة البحث عن مطعم حلو وناكل فيه. يعني حلو دي مش هعرف، احنا لسه هنجرب، ف ادينا مع بعض وبنشوف يعني. بص برضو انا مش عايز عايز اوريكم اكتر السوق وكده. تحسوا ان دهب كلها حاجه واحده يعني، مفيش اختلاف قوي. هي دهب فايبس ما بتتغيرش. بصوا بقى البنطلون ده بتاع دهب اللي هو القديم. انا لحد دلوقتي ما جبتوش وعايز اجيبه، فهجيبه ان شاء الله بكره بعد الدايف. و دلوقتي اهم حاجه بس نشوف حاجه ناكلها. يلا. ودلوقتي جينا مطعم اسمه المصري، مشويات المصري. جبنا شويه حاجات كده، رز ومكرونه وفراخ وكده. هناكل ولازم نروح ننام بدري وكده. اول يوم في دهب خلص، فاهم حاجه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا بقيه الرحله والفيديوهات الجايه، واهم حاجه ما تنساش تدينا لايك. سلام.